لما تحس انك انت اتنفخت قوي اهدى، لان في يوم وليله كل حاجه بتتقلب. انت لو كويس وجميل ولذيذ وبتضحك الناس تحسدك. لازم تاخدها من اهل العلم يا جماعه، مش عيال صغيره طالعه تتكلم مع الناس وعماله ترمي اي كلام وخلاص. وانتوا ازاي بتسمعوهم اصلا؟ يعني هو ده دكتورك؟ انت عارف شهاداته ايه؟ العالم يا فندم اصبح اكثر جرأة في ان هو يحررك من انسانيتك. عالم اتغير ورايح في أسوأ وأسوأ. هو بني آدم في الدنيا ده اللي بيعرف يقعد مع نفسه ويبقى مستمتع، ده أنا بحسده. النهاردة أنا عرفت إن الأشواجندا بترفع الضغط، كل المكملات اللي بتتاخد علشان زيادة الطاقة جوه الخلايا. طب والخلايا السرطانية هتعمل فيها إيه لو أنت عندك حاجة صغيرة؟ أي راجل حلقة اليوم هو الدكتور المصري أسامة عطية، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. دكتور أسامة طبيب من أكثر من 25 سنة، علم من أعلام تخصصه مش بس في دولة الإمارات ولا منطقة الخليج، لكن في كل الوطن العربي. راجل زوج وأب، عاشق لكل ما هو جديد ومتطور في التكنولوجيا بالعموم وفي التكنولوجيا في المجال الطبي، لأنه دايما بيدور على أحسن ما يمكن إن هو يقدمه، مش بس في علاج مرضاه لكن في الوقاية من الأمراض سواء الجسدية أو النفسية. النهاردة هنتكلم مع دكتور أسامة في محاور كتير، إنسانية وشخصية وكمان طبية. طيب أنت في وسط الحياة المهنية المزدحمة، من عيادة لمستشفى أنا عارف إن في يعني خطط ومشاريع كبيرة ما بين الإمارات وأوروبا وحاجات زي كده، وما بين البيت بمشاغله الزوجة والأولاد. أنت كراجل بتلاقي نفسك إمتى كراجل، بعيدا عن دكتور أسامة، بعيدا عن أسامة الزوج، بعيدا عن أسامة الأب، الحتة بتاعت الراجل بتاعت استقلاليته، بتاعت أفكاره وأحلامه وقعدته مع نفسه بتلاقيها إمتى؟ بص يا شريف، طبعا أقوى بني آدم في الدنيا ده اللي بيعرف يقعد مع نفسه ويبقى مستمتع. صح، أقوى بني آدم في الدنيا ده أنا بحسده. أنا بحتاجها طبعا. بحتاج إن أنا أقعد مع نفسي، أسمع حاجة، أتفرج على حاجة مع نفسي، ومش عايز حد يكلمني. دي بتحصل بس مش مرتبطة بالرجولة. انت لو انت عايز اقولك انا بحس قوي انا مبسوط امتى، حاليا بقيت مبسوط جدا 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 في العيادة بتاعت أسامة اللي هي بتاعت بونكس كلينيك. ليه؟ ما بقيتش الأسرة صغيرة، دي بقت الأسرة كبيرة. الأسرة كبيرة فعلا. أنا لما باجي لك بونكس أنا طبعا كل مرة باجي بقعد شوية كتير، لأنه بسم الله ما شاء الله الله أكبر المرضى كتير، بس أنا ببقى قاعد مستمتع، لأن فعلا أنا بحس إن أنا قاعد في مكان بيتوتي، كل الستاف بيحبوا بعض، وانت طول الوقت أنا بشوفها، ودي شهادة لله يعني، بتضحك مع دي وتسأل على دي وتتكلم مع ده وتعرف دي عملت ايه وتسألها على اخوها على جوزها ففعلا الجو عندنا انا بروح العيادة عشان اتبسط اصلا من القعدة. ودي بقى اجمل حاجة، انك دايما تحافظ على الايجابية. لو انت ايجابي كل اللي حواليك هيبقى ايجابيين. صحيح. ده مرة مريض قال انا نفسي افهم هو انت بتديهم ايه، بتديهم حاجة هما بيضحكوا ازاي كده كلهم ومبسوطين ازاي. دي ايجابية، والإيجابية أنت اللي بتزرعها في البيت، في المجتمع بتاعك، في شغلك، إيجابياتك. في ناس طبعا بتريزيست الحكاية دي. أنت ممكن تتحسد عشان إيجابيتك. طبعا أنت لو كويس وجميل ولذيذ وبتضحك الناس تحسدك. صح ولا أنا غلطان؟ وممكن تقلب جدا بلحظات اكتئاب أو غم. بالظبط كده. يعني أنت النهاردة أنت يعني كل حاجة بالنسبة لك منتقدة، فأنت لا، خليك نفسك، خليك إيجابي وخليك مبسوط وخلي اللي حواليك كلهم مبسوطين. تمام؟ طب لو أنت حصل بعد الشر يعني إنه جات لك عين واكتئبت أو حسيت بشكل من الأشكال بالضيق، بتعمل إيه؟ تخرج منها إزاي؟ عديها. يعني أنت هتبقى عارفها طبعا. أنت خلاص دلوقتي من خبرتك بتبقى قاري السبب أو قاري الجو
وعارف ان مش الموجه مش موجتك، عديها. ليه؟ اصل مش هتعرف تعمل حاجه. هتعمل ايه؟ هتروح هتكئب مراتك لو قعدت تحكي لها كتير قوي على المشاكل دي. اهدى، تمام؟ خدها في حضنك ونام، تمام؟ انت عارف ان هي قرصة ودن من ربنا، قرصة ودن من ربنا، ودي حاجة مهمة قوي برضو عايز اعلق عليها. لما تحس انك انت اتنفخت قوي، اهدى. صحيح. اهدى، لان في يوم وليلة كل حاجة بتتقلب. فاهدى، انت وافتكر مش الوحش ده. وافتكر ان اي نعمة عندك هي من ربنا سبحانه وتعالى بالزبط. اولا واخيرا. دايما انا بقول حاجة حلوة قوي في الحاجات ديت. لو لقيت نفسك مكتئب قوي، متضايق قوي، دي حاجة من عند ربنا. خلي بالك، دي حاجة من عند ربنا، ان هو قفل قلبك شوية او قفل يعني غمك شوية لسبب ما، اوكي؟ ما تعرفوش، والحاجات دي تتعرف بعد كده، يعني تتعرف بعد كده. حاول في اللحظة دي تعمل اي حاجة خير، طلع صدقة، اقعد مع حد غلبان، اتكلم مع حد غلبان، اقعد مع حد طبيعي، مش لازم يكون الدايرة اللي حواليك. خلي حد يقعد يحكي لك كده وتقعد تسمعه. هتلاقي ان مشاكلك انت اتفه بكتير جدا جدا. صحيح. جداً من مشاكل واحد غلبان. هتلاقي ان انت تافه قوي قدامه. فيعني لو كل ما تحس انك انت يعني الدنيا قرفاك قوي، يعني بص ان في ناس قرفانه اكتر منك 100,000 مرة، تمام؟ صح. ودايما حافظ على اخلاقك مع الناس. انا دايما احب اقول الكلمه دي يا شريف، يعني حتى لما ربنا قال يعني، او يعني لما خاطب سيدنا محمد قال له انك على خلق عظيم، ما قالهوش انك على علم عظيم. صح ولا لا؟ صح. فالعلم ليك يا ابني، واخدم بيه البشريه. ما هو في علم بيهد البشريه طبعا. صح طبعا. ولا لا؟ مش بيخرب البشريه. علم لا ينفع. بس الاخلاق هي اللي باقيه لك. فانت طول ما انت ايجابي واخلاقك كويسه وامانتك حلوه، انت انسان مبسوط. صحيح. انت انسان لان مبسوط. انت متوازن، صادق مع نفسك. صادق مع نفسك. كل ما تتضايق اعرف ان هي قرصة ودن. طيب، بمناسبة قرصة الودن، وبمناسبة المشاكل اللي ممكن تواجهك بالذات في المهنة، ايه اصعب قرار انت اخدته في كاريرك، ولما اخدته رغم كل التحديات اللي حواليه كان قرار صحيح 100% واسفر عن نتائج ايجابية كتير قوي في حياتك بعد كده؟ يعني انت السؤال باختصار ان ايه اللي انت كنت فاكره وحش مش خير يعني وبقى خير؟ ممكن العكس. او كنت بقى، بص انا دايما بعتبر ان اللي هيجي من عند ربنا ده كويس، بس انا مؤمن جدا 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 بأقدار الله. يعني اللي ربنا رايده هيحصل. يعني انا قصدي ايه في السؤال؟ let's say مثلا انت كنت شغال في مكان وشفت ان المكان ده فيه نوع من انواع الكوربشن مثلا، فكان قدامك قرار من اتنين: يا اما تكمل وتتغاضى واديك مكمل واديك بتستفيد وبتكبر كطبيب، يا اما انه لا، الكلام ده غلط وانا مش هبقى جزء من المنظومة دي وهسيبها وهخرج والله اعلم انا هروح فين. قول واحد هسيبها. انا ما اقعدش في حته فيها كوربشن وما احبش الكوربشن. حصل ده فعلا في طبعا بيحصل كتير، حصل لي كتير طبعا. تخش مكان كده وتلاقي الدنيا كلها بايظه وحاجات كده، تحس ان في حاجات كده كنافه، يعني ما تحسش ان في حاجه ماشيه صح. انا ايه اللي يخليني ابقى جزء من هذه المنظومه يعني؟ ليه؟ ما هو ده جزء برضو من اللي بقوله لك، انك لازم تكون عارف قدر نفسك. ما تضحكش على نفسك. طبعا عارف قدر نفسك وعارف قيمتك وعارف قوتك، ودي بتيجي بالحاجات كتيره يا شريف. هو مش بالكلام. هو انا مش هقعد مع نفسي واقول لك انا وحش انا جدع انا لا، ما ينفعش الكلام ده. انت لازم تكون بتعمل حاجه صح، بتدرس كويس، بتتعلم كويس، بتعالج كويس، عشان تبقى عارف قيمه نفسك. خد مجهود ووقت وحاجات كتير قوي من حياتك. لو انت مش مقدر دوت ومنكسر، لا طبعا افضل بقى في المكان اللي انت فيه دوت وديك بتربي عيالك. يعني ده هو ده الكلمه الوحيده اللي هقولها لك. صحيح، مش عيب، بس ده فكر
ولكن فكر الطموح اللي عايز يبقى انسان مخصوص، وده لفظ قاله محمد الفايد رحمة الله عليه. لو عايز تبقى انسان مخصوص، لا طبعا انت لازم تكون انسان مخصوص، لازم تكون مجتهد، تشتغل على نفسك عشان توصل للحته دي. والحته دي انا عايز اقول لك على موضوع مهم قوي قوي في الحته دي. اصل انت المشكله السوشيال ميديا بتملى كلام الناس بحاجات كتيره قوي. الناس مش قادره تفهم ان مفيش حاجه اسمها ابيض واسود، في حاجه اسمها اللون رمادي. الحياه جراي. معظم الحياه دي جراي، وبعد كده اللي ينطبق عليك ما ينطبقش على غيرك. صحيح. تمام. فهتلاقي واحد يقول لك انت وبنجري وبنعمل ومش عارف ايه، كل ده ما يستاهلش وليه، وكل ده واحد تاني يقول لك الاجتهاد ولازم صح ولا لا؟ مش ده اللي بتسمعه التناقض؟ لا طبعا. خبرتي انا الاجتهاد طبعا، الاجتهاد، واحنا توصينا بالحكايه دي. مش بس كده، ده انت لو اليوم القيامه بكره وفي ايدك فسيله ازرعها طبعا. فانت ما ينفعش تقول للبني ادم ولكن خد الامور ببساطه. بمعنى ايه؟ الاجتهاد ده عشانك استمتع، خليه نوع من انواع التحدي الجميل انك انت بتعمله وانت مبسوط، بس تعمله. هي اصلها مش اوهام، فهمني؟ يعني انت مش بتقول انا هبقى جدع وتفضل ماشي في طريقك وغلط. لا، انت هتعمل كده يبقى تذاكر كده، تعمل كده، تذاكر كده، تعمل كده، تشتغل على نفسك كده، وتعمله من غير ما تبقى بتقارن زي ما انت قلت، تقارن نفسك بحد تاني. ما تقارنش نفسك بحد في مجالك او بره مجالك. انت بتستمتع وخلاص. انت مفيش زيك، انت احسن واحد في الدنيا. يلا اشتغل على نفسك بقى. اشتغل على نفسك. انت مالك ومال غيرك؟ انت دايما يبقى عندك إلهام من تجارب غيرك، ولكن انت مش غيرك، ولكن ألهمك. ما احنا لسه متكلمين، مش لسه بنقول انا ألهمني نجاح عادل إمام لمدة 50-60 سنة، ألهمني عمرو دياب في بغض النظر على الشخصية. أنا بتكلم على الطابع المهني. الكارير نفسه. فاهمني؟ في رأيك، وده سؤال برضو انا عارف ان اجابته ممكن تبقى عندك كويس جدا، لان انا عارف قد ايه انت خبرتك المهنيه وخبرتك الاداريه عاليه جدا. ايه اللي يخلي، ايه اسباب فشل اي منظومه طبيه صحيه في مستشفى او في بلد انها تفقد الدكاتره بتوعها برتم عالي جدا لدرجه ان الدكاتره يستقيلوا ويسيبوا المكان او يسيبوا البلد ويهاجروا؟ ايه الاسباب اللي بتدفع لده، وازاي نوقف ده؟ طيب بص، أنا هقول لك طبعا بتختلف من دولة لدولة. يعني الدولة يعني طبعا جمهورية مصر وهي دولتي اللي أنا اتعلمت فيها جزء كبير ليها أسبابها، وطبعا أماكن تانية ليها أسبابها. يعني حتى في أوروبا، مش هقدر أقول لك إن في أوروبا مثلا في مشاكل طبعا دلوقتي مادية، لأن الأطباء أجورهم لا تتناسب مع التضخم اللي حصل في العالم في الآونة الأخيرة، وعشان كده منهم كتير قوي بيهاجر دلوقتي لأماكن المهجر اللي هي زي مثلا كندا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا. فكتير قوي من الأوروبيين بيهاجروا، وطبعا برضو بيجي منهم جزء كبير جدا جدا برضو الإمارات. فالهجرة دلوقتي أصبحت مادية، صح؟ طبعا ده الأساس. طيب أنا بعتبر إن في مصر مش الهجرة مش مادية. الهجرة هي يعني برضو الطبيب مش مقدر في مصر بالشكل الحقيقي الطبيعي. يعني برضو الطبيب وضعه في مصر مش مقدر قوي. يعني تحس ان هو خدمي، يعني مش مقدر ليه. فعشان كده هم بيسيبوا، لان بيحسوا ان بلدهم مش بتقدرهم. فدي جزء في مصر. يعني في مصر بالعكس، انا اعتقد ان مصر حتى لو ادوا الاطباء القليل يعني اللي يعيشهم كويس، لان الاطباء المصريين عايزين يدوا بلدهم قوي. المصري تعرف المصري بيحب بلده قوي جدا طبعا، انت فاهم طبعا. يعني حتى ودي حاجه يمكن في ناس كتير قوي يعني متغاظين منها قوي، يعني انتوا بتحبوها قوي كده ليه يعني؟ أيوة. مهما حصل بقى فيها طلعت نزلت مشاكل مش لا مشاكل، لا بتفضل طول الوقت مرتبط بيها، حد هيجيب سيرتها هتبقى فيها مشكله كبيره جدا جدا. فالطبيب المصري عايز يقعد في مصر، بس لو وفرنا له البيئة المحترمة اللي تليق بمقام الطبيب، وفي نفس الوقت كمان تقدروه
ويكون الإداريات اللي حواليه من وزارة ومن مديريات وناس، يعني حاجة سخيفة جدا بصراحة. عشان كده الأطباء المصريين بيسيبوا، مش عشان الفلوس يا جماعة، مصر لو فتحت فيها عيادة أنت تاني يوم أنت بقيت غني، لكن هم بيسيبوها من المعاملة نفسها. طيب أنت كدكتور ما شاء الله بقالك كتير في المجال الطبي، أنت شايف الطب كمهنة بالعموم رايحة فين في ظل سيطرة أو بداية سيطرة الذكاء الصناعي على مقدرات صناعات كتيرة جدا؟ وهل هيفضل العامل البشري أساسي في إدارة هذه المهنة، ولا at a certain point هتبقى عايز ال AI هو يبقى جارك مش الدكتور جارك؟ اللي انت شايفه في ال AI دلوقتي ده ولا حاجة ولا حاجة. اللي مستخبي أكبر بكتير من اللي انت شايفه. ده المستخبي ده كويس ولا وحش؟ ما تعرفش، ولكن احنا في فترة المراهقة، احنا في فترة مراهقة ال AI، مبسوطين فرحانين. الحق ده بيعمل، الحق ده سهل حاجات كتيرة جدا يا شريف. طبعا سهل لنا حاجات كتيرة قوي. طبعا احنا النهاردة بكل بساطة هقول له اكتب لي رسالة دكتوراه عن هذا الموضوع واعمل مش عارف كذا وكذا 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 في 90 صفحة. في AI بيعمل كده. ايوه خلاص كتبها لك، صح ولا لا؟ كتبها لك وانت حط بعد كده الحالات وخلاص، خلصنا بقى الدكتوراه اهي. بس ده هيأثر عليك كدكتور ازاي؟ كدكتور ناشئ يعني. ده انا مش بقول كده علشان انا بقول لك قد ايه الناس فرحانه بيه. سهل لهم، بيعملوا صور مع بعض وصور مش عارف مع مين وبتاع. مش ده الاي اي يا جماعه. مش ده الاي اي. احنا في الاي اي دلوقتي فرحانين بيه. دي مراهقه الاي اي. طيب بعد ما هتعدي فتره المراهقه، ايه المنتظر من ايجابيات وسلبيات الذكاء الصناعي على مهنه الطب؟ مهنه الطب في مهن كتيره جدا 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 هتقل بشكل، يعني تخصصات هتندثر. زي ايه في المجال الطبي مثلا؟ يعني هقول لك النهارده مثلا احنا محتاجين في الراديولوجي اللي هم الاشعه دكتور 5 دكاتره. لا احنا محتاجين 2 بس، الباقي بيقوم بيه الاي اي. يا حبيبي ده ليرنينج، ماشي، ده متعلم كتير قوي، ده متعلم اكتر من اي واحد فينا، ده قاري كل اللي في العالم. فانت ده هيعمل حاجات احنا مش عارفينها يا جماعه. النهارده الاي اي شركات يا حبيبي دلوقتي بتشيل موظفين كتير جدا. هو في كول سنتر دلوقتي جدا في انت كول سنتر دلوقتي موجود؟ مش موجود. هو ده بس، ده اقل واحد. اطلع بقى على واحد سيلز كمان، الحاجات بتاع سيلز، داتا انتري، داتا اناليسيس، كل الحاجات دي يا فندم النهارده. بس بقى مين اللي تهتم بيه قوي دلوقتي ولازم نركز فيها قوي؟ اللي يعرف يتعامل مع الاي اي. طبعا هو ده التخصصات اللي هتطلع بعد كده، وهي طلعت هي ده. لان الاي اي انا شايف ان كل يوم بسمع، انا بقعد مع ناس كتيره جدا وبقعد مع ناس يعني كانوا جوه المطبخ بتاع الاي اي. لا طبعا الموضوع داخل في حتت كبيره جدا جدا. انت قلقان على مهنه الطب بالعموم إذا لم يتم تطوير مناهج الطب عشان تواكب ما يحدث في الذكاء الصناعي؟ احنا متأخرين 20 سنة عن الباقي. 20 سنة؟ يعني انت لو شفت الاي اي عمل ايه في حاجات تانية، احنا لغاية النهاردة ما تقدرش نعتمد عليه في حاجات، في ان هو يطلع لي ريبورت لأشعة. مفيش كده لغاية دلوقتي في العالم. تمام. ما يقدرش. النهاردة في باثولوجي اللي هو اللي هي العينات. النهارده العينه انت ممكن تديها لجهاز وتقول له قول لي دي فيها ايه، واروح في برامج، ولكن مش معتمده لغايه دلوقتي. ما حدش قال لنا يلا اعتمدوها. ما ينفعش حد يجي للمستشفى ومحطط العينه بتاعته في البتاع ولا لا. لسه ما زال الدكتور بيبص عليها ويشوف الخلايا ويشوف مش عارف ايه، فاهمني، ويقول ده في كذا كذا وكذا وكذا وكذا. يمكن يعتمد عليها حاجات بسيطه ان هو يكبرها له ويعملها له، يقول له يعني يجدد مكانه، ولكن لازم امضه الدكتور موجوده. لازم برضو يفضل الاشراف. امضه الدكتور طول ما امضه الدكتور موجوده يبقى طول ما الدكتور موجود. فهمتني؟ فلسه ما زالت. ولكن النهارده مثلا الاي اي دخل في حاجات كتيره جدا في الاسنان. عندهم اجهزه دلوقتي ما بقاش بقى انك تعمل ايه، لا ده هو عنده 500 معلومه ازاي يخش بالتركيبه دي.
انت فاهم؟ دخل في حاجات كتيره جدا، دخل في البرامج اللي هي التشخيصيه. النهارده لو عندك مثلا انا كعظام مثلا عايز واحد طول عنده رجله فيها مشكله، فيها تقوس، فيها يعني الميكانيكيه بتاعت الجسم مش كويسه، حطها على الاي اي هيطلعها لك بايه؟ مش محتاج بني ادم بقى، هيطلع لك التصحيح يعني بكل حاجه ويقول لك صحح فين. واو، دي برامج كتيره جدا دلوقتي. ده ولا حاجه يا فندم، ما خفي كان اعظم. وخلي بالك اللي مختفي ده لغايه دلوقتي موجود، هو موجود، هم مطورينه بس بينزلوه بالراحه. وليه؟ لان لسه العالم لم احنا يا فندم احنا اتخضينا احنا اتخذنا من الدار للنار. احنا نايم صاحي الصبح بيقول لك في حاجه اسمها تشات جي بي تي. مش مصدق بقى تكتب له يقول لي ايه ده. النهارده بيكلمني بيقول لي ازيك، اخبارك ايه، صباح الخير، بتحب اخدمك النهارده، اعمل لك اعمل ايه يا باشا، يعني بيكلمك بقول لك كده النهارده انا اتخنت 3 كيلو، اعمل ايه؟ قال لي لا طب تعالى لي بقى. مفيش مهنه خلاص اسمها دلوقتي تغذيه واغذيه والكلام ده، خلاص انسوا بقى يا جماعه، انسوا الكلام ده. الاي اي يا جماعه في مراحل المراهقه، اول ما يكبر كده يشد ويطلع له وشنبه يخط، هتتخضوا خضه، هيبهدلنا، هتتخضوا في كل المجالات. انتوا لسه مش شايفين حاجه، انتوا هتتخضوا. في اي كلام على الممثلين يا باشا ولا؟ تعرفش مش هيمثلوا، لا مش هيمثلوا، الفيلم خلاص هيطلع وهيخترعوا لك شخصيات. شفت انت الشخصيه لبوبو الغلسه دي؟ ده مخيفه، ده مخيفه، انا خاف منها والله. الفنكوش يا فندم، احنا بنرجع بقى للافلام. الفنكوش واحده بواحده عمل ايه؟ فيلم الفنكوش يدرس، فيلم واحده بواحده يدرس في الماركتينج بالذات، في الماركتينج بالذات. ازاي تقدر من قبل ما تعمل اي حاجه تبيعها. هو ده اللي حصل النهارده. اللي هيحصل اكبر من كده بكتير. انت مفيش خلاص، انتوا مفيش مهنه التمثيل هتنتهي. انت هيطلعوا لك اسماء جديده لشخصيات جديده مبتكره عن طريق الاي اي، الا في مجال واحد، في مجال المسرح، لان مجال المسرح مش هيقدر ان هو يخش بقى في الحاجات الديجيتال، الحاجات اللي بتتفرج عليها الشاشات يعني، مش بتاع. فانما مش طبعا، ما هو طبعا الانترتينمنت موجود. انت لو واحد بيعزف لك في الشارع انت هتقعد تتفرج عليه، هو ده مش هيعمل لك اي اي ده، تمام؟ ففي حاجات. انما النهارده الالحان، كان انا فاكر ان كان في ناس بتتخانق يقول لك اهو تعالى انا اوريك اللحن ده جايبه منين، وجايبه عن طريق مش عارف ايه، معمول بالاي اي، صح ولا لا؟ رجع لك صوت ام كلثوم ولا لا؟ رجع لك صوت عبد الحليم ولا لا؟ كله. طب استنى على اللي جاي بقى. انا عايز بتوع الاي اي يلحقونا ويطلعوا لنا حته كده بالراحه. انا سمعت، كنت بسمع محمد بهجت، كان اسمه محمد بهجت، اللي هو بتاع الاي اي، اللي هو والله كلامه جميل جدا، كلامه جميل جدا، بس انا حاسس ان هو مخضوض، هو شخصيا مخضوض. اكيد. انا بتابع الاي اي بشكل تقريبا يومي. انا بتخض لان انا ما بلحقش اذاكر حاجه امبارح، فلاقي 3 اضعاف حاجات جديده. ينزل النهارده يعني برنامج جديد، ينزل لك شات جي بي تي، بعديه ديب سيك، بعديه بس متعه جيميناي. متعه الحياه ابتدت تروح. انت تبحر بقى في كل الحاجات دي طول الوقت. لا، متعه الحياه راحت خلاص. يعني انت دايما، انا دايما بقول ان متعه الحياه في ان البشر بيتعاملوا مع بعضهم. صحيح. يعني فاهم؟ بتنزل وانت ماشي كده في المنطقه بتاعتك، بتتسلم على حد، بتروح تقعد عند، بتروح تشرب حاجه عند الدكان اللي كان تحت بيتكم. ازيك يا محمد، ازيك يا ام احمد، اخبارك يا ام جرجس، محتاجه حاجه اجيبها لك وانا جاي، تروح النادي، تروح مش عارف. الكلام ده يا باشا مش موجود، وابتدينا نقل الحاجات ديت، فاهمني؟ صح. يعني بالذات عند الجيل الجديد، وده اللي انا كنت عايز اسالك عليه بالنسبه لاولادك. انت شايف الولاد، انا عارف هم لسه صغيرين يعني، لسه مش انت شايف النهارده مثلا تنصح ايه ابنك لما يجي يرتبط بشريكة حياته في ظل عدم التواصل الإنساني، أو التواصل الإنساني اللي بيقل طول الوقت، واللي بيعتمد كتير على الماديات، واللي بيعتمد على التكنولوجي؟ يعني أنت عندك ابليكيشنز بتاعة تعارف وبتاعة خطوبة وبتاعة جواز وحاجات زي كده.
تحميه ازاي من ده؟ تقول له ايه عشان بس يبقى يعني يحافظ على الصلة الإنسانية دي؟ لا انت عارف برضو الفترة اللي فاتت كان في اختلاط كتير جدا جدا. المدارس كلها اولاد وبنات، ما بقاش زي زمان ولاد لوحدهم وبنات لوحدهم. يعني معظم الدول ومعظم حتى الدول العربية معظمهم اللي اصبحت المدارس مختلطة، والتعامل يعني بيشوفوا، يعني الجنسين بيشوفوا بعض كتير. طبعا البيت هنا ليه دور عامل كبير جدا جدا لحمايه كل واحد منهم على الاخلاق والقيم الدينيه والقيم المجتمعيه بتاعت كل مجتمع يعني. وكل يعني لا انا شايف ان هم مش محتاجين يعملوا كده، لان هم بيشوفوا كتير وبيخرجوا كتير وبيتعرفوا على ناس كتير، والاحتكاك بتاعهم اكبر بكتير في الحته دي. يعني انت مطمن ان مسألة التواصل الرومانسي العاطفي اللي بيؤدي الى الزواج ده ممكن يفضل محمي فترة بعيدا عن تدخلات الذكاء الصناعي او الطفره الصناعيه يعني اللي هي بتبعد الجانب الانساني؟ مش هيخش في الجانب الاي، مش هيخش في الجانب الانساني. احنا اللي هنخش في الجانب الانساني، احنا اللي هنسخر حاجات كتيره عشان نلعب على السيكولوجي بتاعت البني ادمين. احنا اللي وحشين. عشان هي دلوقتي كلها دراسات، لان العالم اصبح مادي جدا جدا، ما فيش حاجه اسمها انسانيات، والعالم ما فيهوش كده، مفيش الكلام ده. كلها شعارات بتتقال بس وتسمعها انت، مفيش اي حاجه. لسه برضه فاهم بقول لك كل حاجه، يعني مفيش اي حاجه. يا شريف هقول لك على حاجه شريف، انت لما بتروح لدكتور عشان يعمل لك اي حاجه، الدكتور امين والدكتور كويس جدا 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 جدا، طلب لك تحاليل، جزء عشان يحل مشكلتك وجزء عشان الفلوس. لما تروح تصلح عربيتك يا فندم، هو ما هيصلحها لك عشان يخدمك ويدي لك عربيتك متصلح، وعشان الفلوس. لما تروح اي حاجه تعملها في الدنيا، ما هو احنا مش ضد ان لازم الطرف الثاني يكسب فلوس. انتوا فاهمين الكلام ده؟ بس هو طريقه احنا كسب الفلوس بالظبط. انتوا فاهمين الكلام ده ولا لا؟ القاضي اللي بيحكم عليك يا شريف، ما هو بيحكم على بني ادم، صح ولا لا؟ ما هو بيتقاضى فلوس، صح ولا لا؟ صح. طيب يبقى احنا الماديات هي جزء من حياتنا، هيكبر وهيقل الانسانيات. هو ده المجتمع اللي جاي. الانسانيات هتقل يا جماعه، العاطفه هتقل، نظرتنا لبعضنا هتبقى فيها جزء شويه ما فيهوش حنيه، ما فيهوش رحمه، بتقل جدا 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 الفتره اللي فاتت. شريف انت النهارده برنامج معين صيني، مش هقول اسامي، بيدعم قوي المحتوى المحتوى الساقط والسافل والفارغ، وما يدعمش المحتوى المحترم. ليه؟ هو عايز المخ يفضل ماشي كده. الدعاية والإعلانات والحاجات، العالم اتغير ورايح في أسوأ وأسوأ. لأن ولو انتوا ما فيش مصدقين الكلام ده، يبقى انتوا مش قاريين العالم. العالم يا فندم أصبح أكثر جرأة في إن هو يحررك من إنسانيتك. العالم أكثر جرأة إنه يحررك من إنسانيتك ويخليك تبص للحاجة كلها بمادياتك. يبقى معنى كده انه عشان احافظ على انسانيتي لازم اقف في وش المجتمع واتحداه؟ لا، تحافظ على قيمك انت ما تتحداش العالم. انت اللي يعرضه ارفض من جواك. انت استغلالك للحاجه بشكل سليم او بشكل صحيح ده ما يضرش لا المجتمع ولا يضرك انت. بس مثلا لو حد طول الوقت حواليا بيتكلم بص اشترى ايه، بص لابس ايه، بص الساعة، بص العربية، وانت في وسط الكلام ده، ما هو ده التحدي، ان انت تواجه ده وتقول لا، تعزل نفسك عن ده، وزي ما انت بتقول تكمل في طريقك. وده اللي مطلوب يا فندم منك، وده اللي مطلوب منك، تكبح الحتة دي. هي دي الاخلاق يا فندم، يبقى عندك اخلاق وتكبح المغريات اللي حواليك، ان اللي حواليك ما يأثرش فيك. ده سمو في تحديك لتطويع رغباتك يا شريف. تطويع الرغبة مهم، ان رغبتك دي تبقى رغبة سامية، وإرادتك تبقى إرادة مشرفة. بس العالم مختلف وانت رايح فيه، وانت جيلك غير جيل اللي جاي والغير اللي بعده. انت ولادك لغايه النهارده شايفهم كويسين، ده لغايه دلوقتي واخدين منك. انت قابلني بعد كده هيحصل فيهم ايه؟ طيب خلينا نرجع يعني نقطة القوة اللي عند دكتور أسامة، وهي علمه الكبير. النهاردة في
زي ما قلنا احنا بندور على الاستمرارية وعلى صحتنا في المستقبل. ايه نصيحتك للرجالة اللي في سن 30 علشان لما يوصلوا 50 و60 يبقوا في حالة صحية جسدية ونفسية وعقلية سليمة؟ ايه اللي يعملوه؟ يعني التريتس او العادات الانسانيه اللي يعملوها، والجزء الخاص بالسبلمنتس او الجزء الخاص بالادويه او الكشوفات او الحاجات اللي زي كده. طيب بص، الموضوع دوت لان هو الموضوع ده اللي بيتكلموا فيه كتير دلوقتي، واعتقد ان هو رايح في منحنى كبير، يعني ما اعرفش هيكمل بهذه الطريقه ولا لا، لان البني ادم دايما يعني اغلبيه البشر ما بيبقاش دايما بيعدو نفسه كده، يعني مش مهم هو عايش، يعني فاهمني. طيب بص يا شريف، احنا ناخدها من الناحيه الفيزيكال اللي هي الناحيه العضويه والناحيه النفسيه، صح ولا لا؟ صح. هخلص لك الناحيه النفسيه الاول عشان نخلص. انك انت يبقى عندك يعني سلام نفسي، وعندك قريب من فيث، عندك قريب من ربنا، وعندك قناعة وبرتاح نفسيا وراضي بحياتك، وما زلت يعني وانت راضي ودايما بتحاول تبقى افضل. ده الناحية النفسية عشان نخلص منها. تمام؟ انك انت تبقى راضي، انك انت تبقى متزن نفسيا، انك انت تبقى دايما عندك سلام نفسي وتسامح. دي ناحية نفسية. جميل. خلاص هنقعد بقى نتكلم فيها بقى ونعقدها اكتر، مش الكلام ده، ما انت تبقى راضي ونفسيتك هادية وجميلة ولذيذة ومتسامح مع نفسك ومتسامح مع الاخرين. تمام؟ دي الناحية النفسية. حلو. الناحية الجسدية، اهتمامك بنفسك محتاج فلوس. للأسف. صحيح، محتاج فلوس للأسف، فاهمني؟ ولغاية النهاردة احنا مش قادرين نحملها على الانشورنس، على التأمين والحاجات دي. أيوه. وما اعتقدش انها تتأمن عليها، ولكن انت معظم الناس بتروح للعيادات لما تبقى عيانة. بس عمرك ما شفت حد بيخش للدكتور يقول له انا خايف على نفسي بقى وطمني على نفسي؟ قليل قوي. 1%. قليل قوي. طيب قليل قوي، صح. بس انت فعلا تخيل علشان تعيش كويس حاجتين تعمل اللي عليك. رقم 1، تبعد عن اي حاجة بتضر صحتك، صح ولا لا؟ صحيح. تبعد عن التدخين، حتى لو دخن بسيط يا اخي مش مهم. ما انت التدخين ده خلي بالك بيهدي شوية الاعصاب، فانت مش هقول لك كده. قالوا ليه؟ لانك انت لازم تنفس شوية في اللي بيحصل. فماشي يا عم، يعني حد ماشي يعني مثلا يعني حاجة بسيطة كل فين كده ولا حاجه، مش قضيه. مش هقول لك يعني وقف في كل حاجه، ما فيش حد ملاك برضه في الحته ما فيش دي يعني. الكحول يا عم ابعد شويه، ماشي. عايز ماشي يا عم، لو انت سامح لنفسك او سامح او سيدي سامح لك جو هيد. تمام؟ تنام بدري، ما دي بتاعتك، صح ولا لا؟ صح. ما تتخانقش وما تعصبش كتير وتهدى كده، دي بتاعتك، صح ولا لا؟ طيب. وكل الحاجات دي ببلاش، كل حاجه مش دافع حاجه. بالظبط كده. طيب الحاجه التانية، تاكل نظيف بقى. تاكل نظيف يعني تعرف تاكل ايه، ما تقلش من كل حاجه يا اخي. يعني انا مش هقول لك، اصل الناس بتقعد تقول لك دي نظام غذائي وبتاع. يا عم اعمل نظام غذائي متوازن. ايوه يا دكتور، انا دلوقتي افتح فيديو الاقيه بيقول البيض وحش، الفيديو اللي بعديه البيض حلو، الفيديو اللي بعديه الموز مضر. كل ده هيقل قيمته مع الوقت. اللي هيتكلم الكلام ده بعد كده الناس هتقول ما هتعديه. ايوه، ما انا بقيت بعمل كده. الحاجات اللي كتيره دي خلاص بقى. ما هو طول ما انت في حاجات الحاجه كترت انت خلاص زهقت. انت عايز حد يجي الخلاصه. محتاج ان انت نعمل ايه؟ اولا لازم تاخدها من اهل العلم يا جماعه، مش عيال صغيره طالعه تتكلم مع الناس وعماله ترمي اي كلام وخلاص. النهارده انا عرفت ان الاشواجندا بترفع الضغط. ايه ده؟ ايه رايك بقى؟ ده الاشواجندا وبتعمل مشاكل تانية. ده الاشواجندا طول الوقت التهليل انها بتهدي وبتركيز. طيب ونوم. ادي اول حاجه دينا قلناها اهو. النهارده اديني بقول لك الاشواجندا بترفع الضغط، لسه عارفها النهارده اهو. تمام؟ طب حاجه تانية، كل المكملات اللي بتتاخد علشان زياده الطاقه جوه الخلايا. طب والخلايا السرطانيه هتعمل فيها ايه لو انت عندك حاجه صغيره؟ مش حد يكلمنا في الموضوع ده بقى ولا ايه؟ صح ولا لا؟ يعني لما هتعمل زياده يعني انا باخد لما انا اقول للناس تاخد تعالى عشان اديك نات بلس، مش ده طالع موضه؟ صح ولا لا؟ ايوه. وبقيت اديله بكميات غير متزنه كده وعمال اديله، وانا مش عارف الحاجه اللي لو عنده مثلا كانسر ولا حاجه
هل الحاجات دي ما بتكبر، مش بتنشط بقى مع الليله دي ولا ايه؟ انا لسه عارف النهارده برضو من جماعه بتوع الاورام ان عندهم في مشاكل في الموضوع دوت، وبيقولوا ان ممكن دوت يزود نسبه زياده السرطان او انتشاره. تمام. يبقى في معلومات كتيره جدا بتتقال على السوشيال ميديا مش كامله وانتوا ازاي بتسمعوهم اصلا؟ يعني هو ده دكتورك؟ انت عارف شهاداته ايه؟ انت عارف ده متخرج من ايه؟ ده بيجيب ايه؟ معلوماته جايبها منين؟ انا اقول لك، انا كتير منهم جدا 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 بيسمع الكلام اللي بيتقال بره وبيترجموا عربي بيقولوا. طيب اي مكملات غذائيه يا جماعه لازم تتاخد عن طريق دكتور، ولازم تكون بتعمل تحاليلك بشكل دوري، كل 6 شهور بتعمل تحاليلك، والتحاليل اللي هي بتاع شكل دوري دي مهمه جدا جدا. 2 لازم تكون عامل في سن معين، ما بقول لك كل حاجه محتاجه فلوس. يا ريت الناس كلها يعني ريت انه يعملوها، بس احنا مش عارفين ندخلها الانشورنس. بس في كندا مثلا في حاجات داخله في الانشورنس، فاهمني؟ في حاجات داخله. مثلا الراجل لازم يشوف التستوستيرون بتاعه في وقت معين، لازم يشوف البوستاتا بتاعته شغاله ازاي، عامله في لان بعد سن معين، بعد سن ال 40 و50 بتزيد نسبه المشاكل بتاعه البوستاتا جدا جدا. ففي حاجات انت لازم تعملها، وفي حاجات احنا ممكن نعملها لك. تمام. الاكل المتزن مهم جدا جدا جدا. والحاجات الاكل المتزن ولازم تبقى فاهم ايه الاكلات اللي بتعمل لك مشاكل. ما هو انت برضو ما هو في تاكل مثلا حاجات بدهون مهدرجه كتير، تلاقي عندك التهابات في جسمك، وصحي الصبح جسمك مكسر. صح ولا لا؟ عندك مثلا الناس اللي بتاكل الحاجات اللي هي فيها مواد زي الفوسفات جلوكوميت والحاجات اللي فيها بعض المواد الحافظه، ما انت دي هتضرك بكميه كبيره، هتضرك وتعمل لك تلبانه يا عم، بتخليك تنسى. تمام. وبالذات على الاطفال وبالذات على المراهقين. اولا كله في البيت اكل نظيف وحاجه كويسه، الخضار والفاكهه والحاجات ديت. تشوف المواضيع بسيطه جدا جدا جدا، واحنا دلوقتي كلنا بقينا مثقفين الحمد لله. خش شوف الكالسيوم موجود فين بنسبه كبيره، خش شوف المغنيسيوم موجود فين بنسبه كبيره، خش شوف نواقصك انت عوضها بالاكل بتاعك. ما تقرا، ما تتكلم انت محتاج يعني انك تجيب حد يقول لك الكلمتين دول. ما هو تاني سرعة التلقي وسهولة التلقي من السوشيال ميديا وتأثير التلقي اللي ممكن يبقى ضار. كله متزن يا جماعة، كله متزن. احنا محتاجين السكريات، ومحتاجين الكربوهيدرات، ومحتاجين الدهون، ومحتاجين البروتينات، ومحتاجين كل حاجة، ومحتاجين الألياف. احنا كائن ربنا خلقنا بناكل الحاجات ديت، فأرجوكم بس بشكل متزن وبشكل معقول، وحسب انت بقى انت عايز تعمل ايه في نفسك. طيب عايز أسألك في الجانب الإيجابي من تطور الطب، في العمليات اللي حضرتك بتعملها، وانت بتعمل عمليات دقيقة جدا في العمود الفقري، يعني حاجات ما شاء الله ربنا يعينك عليها. يعني انت شايف التطور الطبي التكنولوجي في المجال ده واصل لمرحلة عاملة ازاي، وهيوصل قدام لمرحلة عاملة ازاي؟ التطور اللي حصل في جراحات العمود الفقري تطور خطير جدا جدا. احنا ما كناش نصدق ان احنا ممكن نعمل عمليه غضروف او عمليه تثبيت بالفتحات صغيره جدا جدا بالطريقه دي. كان زمان احنا لما اتعلمنا كنا داخلين بنفتح العادي وبنخش وبنشتغل. العلم اتقدم قوي قوي في الحته ديت. العلم المرئي، ان انا اشوف انا بعمل ايه عن طريق شاشه، ده تطور جدا. الحاجات التولز اللي بنستخدمها تطورت جدا جدا. الميكروسكوب تطور جدا جدا. هذا الميكروسكوبات وحاجات بتدي لك ابعاد ثلاثيه للي انت بتشتغل فيه. فده كل ده سهل لنا الموضوع، ان احنا بقينا دلوقتي بنعمل التوغل الطفيف او الجراحات المحدوده، ان احنا بنستخدم ملاح جراحي، بنستخدم الروبوتيك سيرجريز اللي هي الجراحات الروبوتيه، بنستخدم الميكروسكوبات فائقه الدقه اللي هي ممكن توصل ان هي تبقى ثلاثيه الابعاد، بنراقب الاعصاب، بنفتح فتحات صغيره وبنعمل عمليات كنا بنعملها بشكل زمان كبير جدا، نفتح ونشيل عظم ونشيل خطورتها بتبقى عاليه جدا جدا، لحاجات صغيره جدا المريض بيعملها ويطلع في نفس اليوم او تاني يوم. طب احنا وصلنا للمرحله دي. التطور في الحته دي، عشان بس هيقول لك التطور الاي اي هيجي يشيل، مفيش حاجه اسمها كده. الجراح موجود. التطور في دقه كل واحده فيهم وهنا وصغرها. يعني لو عندنا جهاز كبير بيبتدي يقول لنا لا ده احنا صغرناه لك، بص بقى قد ايه، بس بيدي نفس النتيجه. يبقى احنا دلوقتي المجال بنصغر فيه وبنطور في أدائه، ولكن لسه
مفيش الجديد في اخر 5 سنين. يعني احنا خلاص احنا وصلنا ان احنا بنعمل الجراحات الطفيفه بالجراح الملاح الجراحي والروبوتيك بس عايزين بحاجات اصغر. فانا اعتقد ان الموضوع الحمد لله خدم البشريه بشكل جميل جدا جدا. بس اهم حاجه التطور، ان الطبيب برضو في ناس لسه عندهم، احنا عندنا بالمنظار بنخش دلوقتي الديسك بالمنظار، كاميرا بتخش جوه ونشوف شادين المنظار الديسك، صح ولا لا؟ صحيح. فكل الكلام ده اصبح. هو حد زمان كان يصدق ان انا ادخل ب 3 مللي كاميرا واشوف الديسك واشيله؟ ده كانت معجزه، ده كانت معجزه. يعني لما كان حد يقول لك واحنا قاعدين بناخد المحاضرات ويقول لك يا اولاد انا شفت بره الناس بتجيب الغضروف من حته قد كده، اقول له روح بقى انت تقول هتقعد خيال بقى خلاص عشان سافرت بره يعني. انما في الاخر طلع ان كلامه صح. فهمتني؟ كلامه صح. التطور ماشي كويس جدا جدا. الطب ماشي ولكن الحته بتاعت التكنولوجي بتاعت الاي تي او الاي اي والحاجات دي لسه الطب متاخر فيها عن بقيه المجالات. جميل. طيب اخر سؤالين معانا، ودول سؤالين ثابتين. بعد عمر طويل أسامة عطية يحب لما سيرته تيجي بين الناس تقول ايه اول ما تسمع اسمه؟ كان راجل طيب. راجل محترم. كفايه كده يا شريف، والله كان راجل طيب وراجل محترم. دي الدنيا وما فيها فعلا. السيره طيبه وعاطره وفيها احترام. كفايه. هيقولوا ايه يعني؟ راجل كان خير يا عم عند ربنا. صح ولا لا؟ صحيح. طيب احنا عندنا تقليد برضو انه ضيف الحلقه دي بيسيب سؤال عشان ضيف الحلقه الجايه يرد عليه، عشان يبقى من راجل لراجل. فتحب تسأل الضيف اللي جاي تقول له ايه؟ تسأله عن ايه؟ ليه بتصعب عليا كده يا شريف؟ ما عشان انا دايما عايز يبقى في لينك بين الرجاله حتى اللي ما يعرفوش بعضهم. والله بص انا هقول لك على حاجه. السؤال دايما السؤال دي مهم قوي والله. اساله فعلا للي بعديه. ها قول له سؤال مهم. هو انت كل حاجه حصلت في حياتك كانت رغبتك ولا انت فبركتها لنفسك؟ الله. يعني انت هل انت فبركت الموضوع؟ يعني تقبلته كأنه اختيارك لكن هو ما كانش اختيارك؟ ما كانش اختيارك. وكانت هي دي فعلا رغبتك ولا انت فبركت الرغبة دي في نفسك؟ حلو السؤال قوي. حلو السؤال قوي. يعني كنت مثلا نفسك تسافر بره فرحت مفبرك لنا اصل اللي سافروا بره ما عملوش حاجة، اصل اللي سافروا بره تعبوا قوي، اصله هناك ما فيش دين بقى وما فيش. ها ليه بقى؟ السؤال ده مهم قوي يا شريف، لأن السؤال ده وقف ناس كتيرة جدا 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 عن وصول لأحلامهم، عن وصولهم لأحلامهم. عشان كده أنا رأيي دايما في الحتة دي طوع رغبتك بالشكل اللي يفيد مستقبلك. جميل. دكتور أسامة أنا بشكرك جدا جدا على الحلقة الممتعة دي. أنا استمتعت جدا، وإن شاء الله أنا متأكد أن كل الرجالة والستات اللي هيتفرجوا على الحلقة دي هيستفيدوا جدا جدا إن شاء الله. شاكر جدا لحضورك الكريم، ويعني كل المشاهدين اللي اتفرجوا علينا يا رب تكونوا اتبسطتوا من الحلقة، وتكون التجارب والخبرات بتاع دكتور أسامة فادتكم. الرجالة حبايبنا اللي بيتفرجوا، لو في أي فكرة، لو في أي رأي أنتوا سمعتوه حابين تعلقوا عليه وتشاركوا بيه، هستنى ده في التعليقات بتاعتكم. وطبعا لو الحلقة عجبتكم هستأذنكم نعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان الحلقات دي توصل من القلب للقلب ومن راجل لراجل لكل الرجال حبايبنا. شكرا جزيلا.